أخبار بطولة. أوقف الرئيس جواد الزيات المفاوضات مع عدة لاعبين أبرزهم فيصل فجر وماي بمكالمة مع اللاعبين، والقرار كان بسبب ارتفاع كتلة الأجور بالفريق. كما تحصل الفريق على اتفاق مع المهدي بالرحمة، ثم يتم إيقاف المفاوضات ليقترب الرجاء من إغلاق الميركاتو ما لم يكن هناك مستجد في الساعات المقبلة. تعاقد نهضة الزمامرة مع اللاعب منتصر الحتيمي لموسمين يواجه الفتح الجيش الملكي على الساعة 6 اليوم بالمعمورة. فسخ اللاعب إسماعيل مترجي مع نادي الوداد بالتراضي، وتنازل اللاعب عن نصف مستحقاته للموسم الماضي ما يقرب ل 50 مليون سنتيم. دخل نادي الوداد للمفاوضة مع اللاعب ماي. انتهت مباراة الوداد وبركان بالتعادل 1-1، وسجل للوداد عزيز كي وخرج بإصابة طفيفة. دخل نادي الوداد في المفاوضة مع اللاعب تومينسو. توصل اللاعب أوبينغ بعدة عروض من خارج المغرب، مما يعزز أن الوداد سينتدب مهاجم في آخر الساعات. توصل الحارس الحمياني لاتفاق الانتقال إلى أولمبيك آسف. يتجه اللاعب أنس المهراوي الانتقال لأحد الفرق الروسية بعدما كان قريبا للجيش وارتبط اسمه بالوداد. يتجه الدفاع الحسن الجديد لحسم صفقة في وسط الميدان مع الموريتاني الحسن العيد قادما من نواديبو. يتبقى آخر يوم على الميركاتو الصيفي في المغرب، ولا زال مجموعة لاعبين دون فريق. الساعات الأخيرة ليوم الغد ستكون حاسمة، ومن المتوقع صفقات كبيرة في آخر الأنفاس في المغرب الفاصل وداد وبركان، والجيش الملكي بنسبة أقل.